اكاذيب النظام مكشوفة، كل شخص عم بيشارك فيه رح يتم محاسبته. في ناس عم تستغل الأزمة اللي صارت من كم يوم بسوريا لحتى تنشر الكذب والتضليل. يا سبحان الله، فجأة شفنا عم تنتشر صور لضحايا دعوا انه تم تصفيتهم واتهموا الامن العام انه ارتكب المجازر فيهم، بس المفاجأة انه طلعوا هدول الاشخاص احياء يرزقون. يعني بكل بساطة النظام وفلوله المجرمة عم ينشروا لكم صور مفبركة واخبار كاذبة، مستغلين ناس لساتهم عايشين وعلى قيد الحياة، عم يستغلوا صور قديمة لمجازر هن ارتكبوها من الاساس، وعم بيحاولوا يجوا يقلبوا الطاولة على راسنا. ليش الكذب وليش التضليل؟ ليش عم بتحاولوا تخدعوا الناس وتلعبوا على مشاعرهم؟ على فكرة معروف عنكم انه الفتنة هي لعبتكم الوحيدة، وما بتعرفوا تحكموا الا بالفوضى والدم، وهذا مشهود لكم. ورسالة مني لكل شخص شارك بهي الاكاذيب ولكل صفحة نشرت هي المعلومات الكاذبة والمضللة، بحب ابشركم بانه اساميكم كلها عم تسجل وصفحاتكم كلها مراقبة من الدولة السورية. الاشياء اللي نشرتوها ما رح تمر مرور الكرام، كل كلمة كذب نشرتوها وكل صورة وكل فيديو مفبركين وتم تداولهم، كل محاولة لزرع الفتنة وعدكم انه ما رح تمر بلا حساب. وعلى فكرة انا ما عم هدد حدا ابدا، ولكن هذا اللي قررته الحكومة السورية فيكم ان شاء الله. لا تصدقوا ابدا يا جماعة الخير اي شيء بينعرض بدون دليل. الفيديوهات والصور اللي عم تنتشر اغلبيتها مأخوذة من الانترنت اساسا، واغلبها اساسا هي من مجازر ارتكبها النظام ذات نفسه، وهلا رجعوا يلفقوها للامن العام مشان يخلقوا الفتنة في سوريا. الحقائق واضحة ولاعيبكم مكشوفة كلياتها، فلا تخلوهم ابدا ينجحوا بزرع الفوضى. لكل شخص عم بيحاول انه ينشر الفتنة بحب اذكرك بانه الحساب قادم، ما في شيء بيضيع وكل واحد فينا مسؤول عن كلامه. شاركوا هذا الفيديو وخلي كل الناس تعرف الحقيقة، سوريا ما بتتحمل فتنة جديدة.